49 سنة مرت على الإمارات، فيها بعض الإنجازات على مستوى المنتخب الوطني. يمكن نعتبر وصافة آسيا 96 إنجاز، ويمكن بعد نعتبر فوزنا بكاس الخليج مرتين إنجاز ولو أن على المستوى الإقليمي. بس الإنجاز اللي نتفق عليه هو المشاركة في مونديال 90. قبل أيام غرد المدرب الجديد للأبيض في تويتر وقال: بسوي كل شيء علشان تتأهل الإمارات للمرة الثانية للمونديال. مع أن وعد المونديال سمعنا به وايد، إلا أن رسالته قوية والرجل واثق من نفسه. خورخي لويس بنتو، المدرب رقم 39 لمنتخب الإمارات، قبل 38 مدرب قلة منهم يذكرون بالخير. يا مرحبا الساع في الكرة الشاملة، معي أنا منصور عبد الله. حصرت مدربي منتخب الإمارات وفرستهم بحسب الأكثر من حيث عدد المباريات وبنظام نقاط المسابقات. من هم أفضل 10 مدربين في تاريخ الأبيض؟ مهجراني جاء في مرحلة البناء، ومعاه شاركنا لأول مرة في كأس آسيا العاشر، وحصد 37% من نقاط مباريات 25. ميتسو له ذكرى طيبة في الإمارات، لقب خليجي 18 لأول مرة في تاريخنا، التاسع 38%. مساعد ميتسو باثيناي تواجد على فترتين قبل وبعد ميتسو، الثامن 42.9%. زاكيروني جاء وراح بخيره وشره، مع هذا السابع وحصد 47.6%. كاتانيتش نموذج واضح للمدرب اللي لا يناسبنا ولا نناسبه، مع هذا السادس 48.8%. الكرواتي الأبرز في تاريخ الأبيض إيفيتش، خدنا معاه وصافة آسيا لأول مرة، الخامس 51.6%. أفضل مدرب بديل في تاريخ الأبيض بيتشينك، الرابع 52.4%. كارلوس ألبرتو باريرا، المدرب اللي قاد الأبيض في مونديال 90، بس قبل هذا قاد مرحلة حصاد الثمانينيات، الثالث 53%. كيروش كمل معانا سنة ولا حسينا به، لكن هو الثاني، حصد 56% من نقاط مبارياته. ما أعتقد أن في اثنين يختلفون على أن مهدي علي هو أفضل مدرب في تاريخ الأبيض، سواء بالمعايير بالأرقام أو حتى بالعواطف. حقق لقب خليجي 23، الأول عن جدارة، 63% من نقاط مبارياته. تتفق أو تختلف، يهمني رأيك وتعليقك. نتلاقى على خير.